السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل محشي الكرنب زي ما انتم شايفين. يلا بقى خشوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة، متنسوش تعملوا لايك. ان شاء الله هخليكي ايه بأستاذة في محشي الكرنب. دلوقتي هنخش نعمل نشوف نعمله ازاي. معايا كرنباية تكون مهوية كده شوية وايه ورقتها ناعمة، وتكون ورقتها ناعمة. دلوقتي انا بقورها كده بالسكينة، اشيل الراس. بنضفها كده بالسكينة. معايا حلة مية، مصاصة الحلة مية، حطيت معلقة ملح، والمية قبل ما تغلي كده تروح حاطة الكرنباية فيه. دلوقتي انا اديتها نص سلقة كده من تحت من عند الراس وقلبتها. هطلعه كده بالمسكة ديت او باي معلقة عندك. يا دوبك تاخد ايه يعني شوية كده في المية وتطلعيه. دلوقتي بقى خلصت سلق الكرنب، واقطع الكرنب الورقة، اقطعها على 3 مرات كده او كده، او بمسكها في ايدي كده واقطعها. دلوقتي خلصنا تقطيع الكرنب. معايا كيلو ونص طماطم، وثلاث قرون فلفل رومي، معايا شبت وبقدونس، شبت وكزبره. جيت هنا حله، معايا حله بقى هقلي. معايا معلقتين سمنه وشويه زيت، ومعايا 6 بصلات. اصلا انا ايه يعني مقليه الحاجات التانية برضو غير المحشي. 6 بصلات كبار. بقلب التقليه كده البصلايه، يا دوبك تصفر كده، واحط الطماطم تدبل كده يا دوبك، واروح احط الطماطم. احط الطماطم تسبك. اهي لما تنضح بقى الإدام كده على الوش، تبقى كده اتسبكت تسبيكه. ده للمبتدئين يعني. معايا كيلو رز غسلاه ومصفياه. معايا حطيت قد نص كوبايه زيت عشان المحشي بيحب الزيت، بيبدر المحشي. معايا مكعب شوربه دجاج. معايا معلقه كمون، معلقه 7 بهارات، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، ملح للمحشي، وبقلبه. معايا معلقتين هريسه شطه حاميه للي بيحب المحشي حامي وكده. معايا الكزبره والشبت، هحطهم على الصلصه، وهحط الرز. انا غسلاه مصفيه كيلو رز، واقلبه. هنزل بقى بايدي شويه الزيت، شويه الزيت دول عشان ايه يلمعوا المحشي كده ويبدروه.
انا دوت المحشي وحدقت يعني، ظبطته في الحوض. معايا ورق بقى كده اقدر في ارضية الحلة هفرده وهنحشي. ببدأ السطر الاولاني بورق اخضر. هنحشي. لازم تلف الورق كويس عشان ما تفتحش مع الغلية الشوربة كده بتفتح. لفيها كويس. لازم ندي ايه المحشية كده براحة عشان ايه كل المحشي يستوي من فوق لتحت. بوسع المحشية كده واحطها ايه واوسع من حواليه. يعني ما بكبس الكروم المحشي ورا بعضه كده عشان ايه اديله تهوية كده عشان يستوي كله زي بعضه من فوق لتحت. ما تبقاش محشية مستوية ومحشية نية. لازم توسعي كده ما بين المحشية وبعضها. معايا معلقة سمنة بلدي، كوبايتين شوربة، مكعب شوربة دجاج، ومعلقة سكر. نسيت احط سكر في التقلية. انا محدقة الشوربة. معايا طبق كده بحطه على وش الحلة وبسقي الشوربة. بسقي المحشي الشوربة. يعز الحلة كده عشان ايه كل المحشي ينزل له الشوربة وكده يشرب الشوربة. بخلي المحشي لحد اخر محشية يا دوبك الشوربة كده طايلة ايه اول محشية يا دوبك كده مش معوماه مية شوربة. اول ما حطيته يستوي. بقلب الحلة كده وكده عشان ايه الشوربة تتوزع الحلة في الحلة كلها. دلوقتي بقى ايه هو دخل على سوا اهو، بوطي عليه سبرته. وطيت عليه استوى المحشي استوى. واحنا هنقلب اهو بقى مع بعض. بهز الحلة كده واروح ايه قلبها في السرفيس. اهو بصوا مستوي اهو مبدر. بصي مستوي اهو. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة. حطوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين مبدر ازاي؟